والله حاليا من ساعة السقوط لحد الآن ما شاركت بالعملية الانتخابية. ما مشارك بها. معناه صح، ما اقدر اقول لك مؤمن بها او ما مؤمن بها، بس ما مشارك بها. بس احنا كشباب ماكو شيء انه متطور يعني، او شيء مفيد لنا هذا الشيء من ناحيه كشباب احنا، او ما المواضيع اللي نعرفها كلها احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لمشاركه المواطن العراقي في الانتخابات القادمه ان شاء الله بعد ايام، اعتقد سوف تكون مشاركه نوعا ما ضئيله بسبب الانطباعات والامور التي عكستها الانتخابات على مدى تقريبا 5 دورات سابقه. لم تقدم الطبقه السياسيه وحتى المجلس النواب العراقي الذي يمثل دائما الشارع العراقي في داخل قبه البرلمان قد شرع قوانين وانظمه تخص الاحزاب السياسيه والجهات المتنفذه. اعتقد المواطن العراقي يعيش في خيبه امل، كله امله في التغيير. صحيح هناك ناس تبنت هذه الحمله وتطمح الى تغيير الطبقه السياسيه، لكن اعتقد على مدى 18 عاما قد الطبقه السياسيه تركت اثر كبير، وفي داخل الدوله العراقيه قد اسست دوله عميقه مسيطره على جميع منافذ الدوله وعلى منافذ المؤسسات. العراق يحتاج الى تغيير والى قائد فعلا يخرج من رحم الشعب العراقي. انا بطبيعتي لا أقف في دائرة الاعتراض الحقيقي هو يكون في صلب المشاركة. صحيح أنه قد تتبنى موقفا معينا تجاه عدم الذهاب إلى الانتخابات، لكن أعتقد هذا رأي سلبي ورأي غير إيجابي. الذهاب إلى صناديق الاقتراع وعلى الأقل الذهاب بصوتك إلى شخص تستحق أنه يستطيع أن يغير ولو في ضوء في بداية هذا النفق. عدم الذهاب سوف يسمح للجهات السياسية المتنفذة بالتلاعب بالأصوات الموجودة وغير مصوتة. أعتقد كثير من الأحزاب السياسية سوف تتبنى وتبني آمالها على التصويت. أنا بالنسبة لي قد لا أذهب إلى المشاركة، لكن أريد أن أؤكد على هذا الموضوع، هذا رأي سلبي وغير صحيح، بل أفضل عسى أن يكون هناك مداخلة من المرجعية السياسية ومن جهات سياسية تتبنى وتكون دافع رئيسي وحافز قوي نحو حث المواطنين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. عدم الذهاب هذا رأي غير صحيح، أنا أعترف بهذا الخطأ، لكنه الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتقديم رأي ولو صوت يفيد هذا التغيير وجعل فد بصيص أمل في نهاية هذا النفق. عدم الذهاب هذا رأي غير صحيح وسوف يسمح للطبقات السياسية بالتلاعب. صحيح سوف تكون مراقبة من قبل هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومن قبل الإعلام العراقي، لكن هناك طرق ثانية وملتوية قد تمارست عليها، قد تمارس ضغوطات على مفوضية الانتخابات، تمارس على المحكمة الاتحادية في سبيل الخروج برأي يحفظ على مكاسبها المادية والمالية والسياسية التي دائما سيطرت عليها على مدى 18 عاما.